اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الفوركس مع نبشير. ارتفاع تاريخي في اسعار الذهب في مصر. في ناس كتير جدا يمكن الاسبوع اللي فات قال لك ده ارتفاع تاريخي او جنوني في اسعار الذهب في مصر. عاوزين نعرف بقى ايه اسباب ارتفاع الذهب في مصر. طبعا الاول معلومه لازم تعرفها ان سعر الذهب عالميا اللي هنتكلم عليه هو 31 جرام و10 عيار 24 هو انثى الذهب. طبعا الذهب مش ارتفاع جنوني في مصر، لا هو الذهب تحسن عالميا فقط من 3 شهور. يمكن الذهب النهارده يمكن وصل لمستويات 1799 دولار. ده ارتفاع جنوني؟ لا، ده بالنسبه للبورصه العالميه ما هو الا تحسن في اسعار الذهب العالميا لمده 3 شهور. ليه بقى؟ ان السعر العالمي للذهب اللي ارتفع في يوم 8/3 2022 اثناء الحرب الروسيه الاوكرانيه كان وصل كام؟ وصل بالظبط اهو 2074. نكتبها على الشاشه 2074. طيب ايه الاسباب دي؟ نيجي بقى واحده واحده. زي ما احنا قلنا السعر كام دلوقتي؟ السعر العالمي للذهب هو كام؟ 1799 دولار. في بعض التجار وليس كلهم بيقيم يعني سعر الدولار كام في مصر؟ تقريبا حوالي 24 و50 او 60 قرش تقريبا يعني. هو بيقيم، ممكن يقيم بعض التجار وليس كلهم، ممكن يقيم الدولار ب 25 او 26 او 27. فهو بيعلي سعر الذهب في مصر. ولكن المفاجأة ان سعر الذهب عالميا متحسن من 3 شهور بس. ليه؟ زي ما قلت لحضراتكم احنا اعلى سعر وصلنا 2070. لكن بره مصر لو انت في اي دولة تانية قايل لك ان سعر الذهب هو متحسن بس من 3 شهور. ولكن ايه الجنون اللي حصل او ايه الاسعار اللي ارتفعت في مصر؟ نتيجة بعض التجار وليس كلهم بيعلي في سعر الدولار، ان سعر الدولار بس هو ارتفع في مصر وممكن ان شاء الله ينزل بعد كده. ولكن ايه المعلومة المهمة بالنسبة لنا؟ ان سعر الذهب متحسن بس من 3 شهور. لكن السعر العالمي للذهب اللي كان عند مرحلة قوية جدا هي 2070. دلوقتي كام؟ من 2070 الذهب منخفض الى 1799 دولار. طيب احنا يمكن في البرنامج عندنا وقلنا الكلام ده، وقلته يمكن في 29/7 في قناة اسكندرية القناة الخامسة في برنامج اسكندرية مباشر قرصة يوم الجمعة. قلت المقترح ده: هل حان الآن بيع سبائك الذهب عن طريق البنك؟ تاني، هل حان الآن بيع سبائك الذهب عن طريق البنك؟ يمكن أعمل المقترح ده. يمكن انا لما جيت عملت المقترح ده كان هدفه ايه؟ ان سعر البنك او ده سعر خلاص معروف، سعر الدولار في البنك معروف كام، فالناس هتروح تشتري وتبيع عن طريق البنك. هنمنع تلاعب بعض التجار. يمكن احنا المقترح ده يمكن قدمته في المؤتمر الاقتصادي اللي فات، ويمكن ردوا علينا وان شاء الله يكون في خير. بس احنا بنحاول نعمل مقترحات ليه؟ ان هو زي ما حصل اهو، ان في بعض التجار لا، انت لو اتعامل عن طريق البنك فممكن هتحجم الموضوع ده. وفي ناس كتير جدا من التجار طبعا بيلتزموا بالاسعار دي. ولكن احنا بنقول بعض الناس يبقى سبب ارتفاع الجنوني في اسعار الذهب ان في بعض التجار بيعلوا سعر الدولار. ولكن عالميا الذهب متحسن من 3 شهور. يمكن قلت لكم السعر العالمي للذهب اللي ارتفع فيه 2070. 2070 دولار دلوقتي هو كام؟ وهنقول 1799. يبقى الذهب عالميا ايه؟ المفاجأة ان الذهب اصلا عالميا منخفض. تاني، الذهب اصلا عالميا منخفض ومتحسن بس من 3 شهور. لو جينا بصينا للذهب الاسبوع اللي فات اهو، اعلى سعر للذهب وصل كام؟ اعلى سعر وصل 1803 دولار، واقل سعر 1739 دولار. السعر الحالي للذهب كام؟ 1799. توقعاتنا ايه؟ طول ما الذهب فوق 1800 دولار الذهب في مرحله تحسن. تاني، الذهب في مرحله تحسن، ممكن يوصل لمستويات 1810 1820 1830. ولكن اما نيجي نقول بدا بقى الذهب يرتفع تاني، ممكن يوصل مستويات 1830. ولكن بيقول المشاهد اقوى رقم وصل للذهب عالميا هو كام؟ 2070 دولار. امتى نقول الذهب ممكن ينخفض؟ طول ما شايفين الذهب تحت 1800 في مرحله انخفاض. ممكن يوصل لمستويات 1990 1980، ممكن يوصل لمستويات 1750. ده بالنسبه للتحليل الاسبوع بتاع الذهب. ولكن الذهب بالظبط يوم 3/11 وصل لمستويات كام؟ 1616 دولار. تاني، يوم 3/11 وصل 1616 دولار. ارتفع خلال الشهر دوت بس الى كام؟ 1799 دولار. يمكن الذهب بس تحسن خلال الشهر دوت. ولكن الذهب عالميا لسه منخفض، لسه منخفض. لان اقوى نقطه عندنا 2070 دولار. دي بالنسبه للنقطه كانت الناس بتتكلم فيها عن ارتفاع الجنوني لاسعار الذهب.
طبعا احنا الفتره اللي فاتت بدانا نجيبوا بعض الناس تتكلم عن اليورو مقابل الدولار. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن اليورو، وهنتكلم عن تاسيس الشركات وازاي تنجح شركه اداريا بتاعتك. لما نيجي نتكلم عن الدولار، اليورو مقابل الدولار، عندنا طبعا مداخله مع خبير اسواق المال العالميه استاذ احمد عرابي من اسكندريه. هنبدا نتكلم بقى عن منطقه اليورو وايه التحسن اللي حصل في منطقه اليورو بعد ما وصل لمستويات 95 سنت، بدا يرتفع، يمكن وصل الاسبوع ده تقريبا الى دولار و5 سنت. في تحسن في منطقه اليورو. معانا من اسكندريه استاذ احمد عرابي. صباح الخير استاذ احمد. طبعا خير دكتور هاني. دلوقتي يا استاذ احمد، شفت حضرتك منطقه اليورو الفتره اللي فاتت بعد ما نزلت مستويات 95 سنت، الناس قالت لك خلاص اليورو خلاص هيبدا ينخفض اكتر، ونزل اقل من دولار تقريبا، يمكن السعر ده تقريبا من اكتر من 20 سنه. عايزين نعرف حضرتك ايه اللي حصل في منطقه اليورو الفتره اللي فاتت. اتفضل يا استاذ. الفتره اللي فاتت شهدنا عوده اليورو للارتفاع بقوه بعد فتره طويله من الانهيار، يمكن اكتر من 6 شهور وصل فيها الادنى سعر له من 20 سنه، كان عند 95 سنت ده بتاريخ 28/9 تقريبا. تمام. وساعد خبر انخفاض التضخم على هبوط قوي في قيمه الدولار، يمكن هو ده اللي ساعد اليورو انه يخترق القناه الصاعده ويرجع تاني يكسر سعر التكافؤ اللي كان بيشكله اول مقاومه. تمام. واخترق بعدها المقاومه الثانيه الاسبوع ده عند دولار و5 سنت. تمام. طبعا دلوقتي يا استاذ احمد، حضرتك شفت طبعا الوظائف غير الزراعيه كان الوظائف الزراعيه في امريكا كان يوم الجمعه الساعه 3:30، وشفت ايه اللي حصل في منطقه اليورو. عايزين نعرف ايه التحليل بتاعك حضرتك، وايه تعلق ايه على الخبر بتاع الوظائف الزراعيه. اتفضل. الحقيقه بيانات سوق العمل اربكت الاسواق جدا يوم الجمعه، لانها جت مخالفه لكل التوقعات. تمام. لانها جت اعلى من المتوقع، وده عطى اشاره ان الاقتصاد الامريكي ما زال قوي وبيدعم قوه الدولار طبعا. وده يمكن سبب لنا هبوط مفاجئ لليورو، مش هنقول انه الفتره طويله، لكن رجع تاني استعاد قوته في نفس اليوم يعني. تمام. دلوقتي يا استاذ احمد، زي ما انت شفت حضرتك، احنا طبعا العالم كله مستني خبر الفيدرالي. يمكن ده اخر خبر للفيدرالي خلال سنه 2022. عندنا خبر يوم 14 ديسمبر، خبر الفيدرالي، والناس كتير جدا بقى مستنيه هل الفايده هترتفع، هل الفايده هتنزل. عايزين بقى نشوف منطقه اليورو هتتاثر ازاي بخبر الفيدرالي يا استاذ احمد. اتفضل. الفيدرالي طبعا بنتوقع طبعا انه بنسبه كبيره هيخفف وتيره رفع الفايده عن المعدل السابق اللي هو كان 75 نقطه، واعتقد انه هيبقى 50 نقطه. تمام. وده اللي اشار له حديث جيروم باول رئيس الاحتياطي في الفتره اللي فاتت، واقترح من خلاله ان هو هيبطئوا معدل رفع الفايده في اجتماع ديسمبر الحالي. تمام. في الحاله دي هيبقى الطريق مفتوح امام اليورو لتحقيق المزيد من الارتفاعات واستعاده مكاسبه اللي خسرها على مدار العام الماضي. تمام. يمكن السؤال ده يمكن بحب اساله ليك يا استاذ احمد. النصيحه ايه تقولها للناس في خبر الفيدرالي؟ طب زي ما احنا شفنا، يمكن شفنا يوم الجمعه ايه اللي حصل بالظبط اثناء الخبر. المؤشر بينزل، المؤشر بيطلع. انت تنصح ايه يا فندم الناس اثناء الخبر بالذات؟ دايما اثناء الاخبار بيبقى الذبذبه عاليه جدا، فطبعا المتداولين اصحاب المحافظ الصغيره بتبقى العمليه خطر جدا. تمام. فانا دايما بنصح بعدم التداول، او تحديد ستوب لوس يكون حمايه او سيفتي للمتداول عشان ما يضيعش محفظته يعني. تمام. في اخر بشكر استاذ احمد عرابي من اسكندريه. استاذ احمد ده خبير اسواق المال، وبنحاول كل مره بيبقى معانا استاذ احمد بنحاول نستشيره طبعا في منطقه اليورو مقابل الدولار. يمكن الراجل بيحاول يحللنا بشكل منفصل جدا، وبنحاول نمسكه من اول لما وصل ل 95 سنت. الناس قالت خلاص ده اليورو هينهار، منطقه اليورو هينهار، بدا ولكن تحسن منطقه اليورو، يمكن وصل دولار و5 سنت. طبعا اتكلمنا عن اليورو واتكلمنا عن الذهب. احنا ميعادنا كل سبت في اسكندريه، يمكن الموعد ده احنا مثبته، ميعادنا كل سبت في الاسكندريه. عندنا ورشه عمل عن تحليل الاسبوع للذهب والعملات. بنبدا بقى نتكلم عن ايه؟ هنتكلم تحليل طبعا الذهب، نتكلم عن تحليل اقوى زوج اليورو مقابل الدولار، نشوفوا ايه المؤشر بتاعها، نشوف ايه اهم الاخبار، وايه اهم حاجه في الورشه. اهم حاجه في الورشه احنا بناخد اراء الناس، احنا بنحلل السوق، توقعاتنا ايه والتحليل بتاعنا بالنسبه للذهب. يمكن شفنا الذهب بيوصل لمستويات معينه، نبدا نتوقع. اهم حاجه في الورشه اللي احنا بنحاول ناخد اراء الناس اللي بتحضر. يعني في بعض الناس المتدربين بيبداوا يتكلموا، يجي يتوقع يقول لك الذهب ده ممكن يوصل لكذا، لا اليورو ممكن يوصل لكذا. فتبقى في حلقه نقاش بالنسبه لنا في كل اسبوع، بيبقى الساعه 5 في اسكندريه طبعا، في اكاديميه فوكس في اسكندريه، وفي الساعه 9 اونلاين. بنحاول نخش اونلاين، ان في بعض الناس من بره اسكندريه عايزين نخش في ورشه عمل. دي بالنسبه لورشه العمل بتاعتنا، فكل اسبوع الساعه 5 في الاسكندريه في فوكس اكاديمي، والساعه 9 اونلاين.
ده بالنسبة للورشة العمل بتاعتنا. إحنا بنحاول كل مرة بنحاول نجيب لكم بعض الأسئلة المهمة، يمكن إحنا أهو قلنا موضوع الدهب، قلنا أسباب الدهب بتاعنا، وقلنا إيه الارتفاع الشديد اللي حصل الجنوني في أسعار الدهب بتاعنا. طبعًا إحنا هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنبدأ نخش بقى المداخلة بتاعتنا عن إدارة الشركة ومن ناحية الإدارة. الحدث اليوم رسالة لا إثارة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحدث اليوم رسالة لا إثارة. طبعًا إحنا شُفنا الفترة اللي فاتت في بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت تقفل خلال شهر أو شهرين أو سنة حتى. إيه المشكلة في قفل الشركات دي؟ يمكن الأغلبية في ناس تبقى معاها رأس المال بتاعها كويس جدًا يعني،
في ناس يقول لك ليه مفيش مشكله في راس المال، لا ده في ناس معاها راس مال كويسه جدا ولكن عندها سوء اداره. يمكن انا بقول لنفسي يمكن نجاح اي مشروع في الدنيا هو ايه؟ الاداره. الاداره طبعا مهمه جدا. طبعا احنا معانا الدكتوره هبه، هنبدا بقى نتكلم عن الاداره واسس نجاح الشركه. صباح الخير يا دكتوره. طبعا قبل ما تجهز الدكتوره نبدا نتكلم عن الاداره. طبعا الاداره طبعا هو نجاح اي شركه قلنا في الاداره، وطبعا زي ما هنحاول نتواصل مع الدكتوره هبه نشوف موضوع الاداره واسس نجاح الاداره وهل في خطه بديله ولا لا. قبل ما تيجي المداخله نبدا نتكلم عن الذهب. وزي ما احنا قلنا النهارده الذهب ارتفع في مصر، ارتفع، ولكن احنا بنحاول نوسط يعني نقول للناس المشاهدين عامه ان الذهب مش مرتفع زي ما انتم متخيلين، لا. الذهب الارتفاع القوي بالنسبه لنا كان عند 2070 دولار، كان يوم 8/3 اللي فات في مارس، ده كان عالمي. يعني لو في بعض الناس بره مصر يسال طب الذهب عندك بكام؟ ده في ناس شايره الذهب، الأونصة بتاع الذهب حوالي من شهر 3 شايراه ب 2070 دولار. هل الناس دي كسبانه؟ لا، دي الناس دي خسرانه. يعني الناس اللي اشترت في شهر 3 الذهب بره مصر ب 2070 دولار، الأونصة الذهب اللي حوالي 31 جرام و10 عيار 24، الناس دي خسرانه ليه؟ نزل لمستويات كام؟ اهو 1799 دولار. ده معناه ايه؟ معناه ان هو منخفض، ولكن هو تحسن الشهر ده. يمكن زي ما قلت لحضراتكم اهو، يمكن كان الذهب كان 1616 بدأ يرتفع الى 1799، نقول 1800. هو بس ده الارتفاع اللي حصل الشهر ده، ولكن هو تحسن في مصر، او يمكن ارتفاع الجنيه ده اللي حصل في مصر ده نتيجه ارتفاع الدولار ونتيجه بعض التجار بدأت تزود، تقول لك الدولار ب 20، الدولار ب 30 أو ب 28 أو ب 25 أو 24. ولكن إن شاء الله المقترح بتاعنا يكون فيه مردود، ويمكن لعل يكون خير، لعل يكون خير. المقترح ده يكون مهم الفترة دي، إننا لسه مقترحه ولسه بنقوله على طول. هل حان الآن اللي احنا نشتري الذهب عن طريق البنك؟ يبقى خلاص البنك معروف سعر البنك كام، هو حوالي مثلا السعر العالمي سعر الدولار في البنك حوالي 24 و60 او 50. بنبدا نشتغل. طبعا الدكتوره هبه جاهزه. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير، ازيك يا دكتور هاني؟ دلوقتي حضرتك بقى عايزين نتكلم عن الشركات. احنا اتكلمنا عن اداره الشركات واي اداره في الشركه، يعني نجاح اي شركه عن طريق الاداره. هل في معايير معينه دكتوره نجاح الشركه عن طريق الاداره؟ اتفضلي يا دكتوره. طبعا خليني حقيقي رواد الاعمال اللي بيبداوا مشاريعهم بيكونوا ضامنين نجاح المشروع بنسبه 100%. تمام. لكن هي الحقيقه ان الاحصائيات بتقول ان 50% من الشركات دي اللي هي الناشئه بتفشل في خلال اول 5 سنوات. تمام. في عده اسباب للفشل، ومن ضمنها ان احنا ما بنتبعش نقاط النجاح اللي هم يعتبروا 5 نقاط يعني. فخلينا نقولهم كده في عجاله. اهم نقاط تنجح اي بزنس او مشروع: التخطيط المسبق، تمام، معرفه دراسه الجدوى، الخطه الاستراتيجيه، التاكد من اداره مواردي الماليه والبشريه، ودي طبعا دي اهم نقطه وبدايه من قبل ما ابدا المشروع. خامس حاجه تلبيه احتياج السوق، ولابد من معرفه قبل ما ابدا اي مشروع وجود ميزانيتين للشركه، ميزانيه تاسيس المشروع وميزانيه تسويق المشروع، ودي اللي بتخلينا نقدر نستمر وننجح في المشروع. تمام. ميزانيه التسويق. في سؤال مهم يا دكتوره، يعني. انا عندي بقى سؤال مهم جدا. احنا طبعا مرينا الفتره اللي فاتت طبعا بازمه فيروس كورونا والحرب الروسيه. الطبيعي جدا اي شركه مش المفروض عندها خطه بديله في وقت الازمات؟ زي ما حضرتك شفت الفتره اللي فاتت طبعا في ازمات، وفي كل متعرضين في اي وقت يحصل ارتفاع اسعار زي ما احنا شفنا، الدولار نزل، الدولار ارتفع. هل في شركه المفروض في دراسه معينه يبقى في بديل في وقت الازمه حصل حاجه؟ اتفضلي حضرتك. دلوقتي المفروض بيكون في خطه بديله طبعا في اي شركه، بس احنا عندنا ما يسمى بالاداره الاستراتيجيه واداره الازمات موجوده المفروض في كل شركه، ولكن للاسف قبل جائحه كورونا وقبل كل ده ما كانتش بتكون مفعله قوي. بس طبعا المفروض يعني اصبح وجودها مفعل ومهم بعد جائحه كورونا. فلا بد من عمل مخصص لاداره الازمه عند وضع اي خطه استراتيجيه لاي شركه. تكون من ضمنها اداره الازمه، يعني الخطه الاستراتيجيه لاي شركه يكون من ضمنها اداره ازمه، ويكون مخصص ليها عمل يعني يدرس تقريبا شهريا عشان نقدر نلحق المشكله قبل ما تتحول لازمه. تمام. وذلك لكي تكون دايما عندنا في فكره مهمه جدا اللي هي الاستعداد لما قد يحدث والتعامل مع ما حدث. مش المفروض يا دكتوره في تقرير عن الخطه دي مثلا لو حصل حاجه؟ هل في تجربه ليها وكده؟ طبعا المفروض ان احنا بنبحث اداره الازمه مهمتها
ان هي طول الوقت بتعمل زي ريبورت عن وضع الشركه الحالي، تمام. ايه المشكلات اللي ممكن بتهاجمنا، ايه الحاجات بيبقى في مؤشرات وضوء كده بيبقى بيبين المشكله قبل ما تحصل. ده لو ازمات داخليه سواء امور ماليه اداريه كده. لكن تمام. طبعا كوارث زي اللي بتحصل اللي هي زي جائحه دي كورونا طبيعيه طبعا. دي بتبقى حاجات خارجيه، يعني عوامل خارجيه. تمام. بس يعني في الاخر احنا طبعا بشكر مهمتنا حضرتك كشركه. استاذه هبه. طبعا الدكتوره هبه بدات تكلمنا عن الاداره والاسس الاداره بتاعتنا، وشفنا نجاح اي شركه بتبقى عن طريق نجاح الاداره. النهارده يمكن اتكلمنا عن الذهب، اسعار الذهب ليه ارتفع في مصر الارتفاع الجنوني، وقلنا للناس ان الذهب اصلا مش مرتفع عالميا، هو بيتحسن بس. الدكتوره هبه بدات تتكلم عن الاداره، استاذ احمد هراب بدا يتكلم عن اليورو مقابل الدولار. ولكن انا بنسى كل مره، لازم اشكر طبعا في الاعداد بتاعنا، معانا استاذ كريم، معانا استاذه نور، معانا استاذه بسمه، الناس دي بذلوا اقصى مجهود. بنشكر طبعا قناه الحدث، واشوفكم الاسبوع الجاي في برنامج الفوركس مع بشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.